هو مفيش مسؤول في مصر عنده ضمير ومفيش على راسه بطحه وخايف على البلد وعلى نادي الزمالك اللي مشجعين بالملايين قادر انه يحول الرئيس المعزول لنادي الزمالك مرتضى منصور لمستشفى الامراض العقليه؟ مفيش حد في مصر شايف ان الراجل ده مش طبيعي؟ مفيش حد في مصر شايف ان مرتضى مسعور على الناس كلها؟ يعني ده احساسنا احنا لوحدنا؟ الراجل راكب الناس وسايق وماشي قدامه وسايق الهبل على الشيطانه والدوله سايباه. ده بالنسبه لي كراجل يعني مشجع لنادي الزمالك كده ان الدوله ليها مزاج اللي بيحصل، او ان هي سايبه سياده المستشار كعصفوره بتلهي بيها الناس. او حاجه تانية انا مش عايز اقولها بس هنقولها عشان يمكن حد يتحرك من الدوله، ان الراجل ده اعلى من الدوله، او الراجل ده ليه سيديهات كتير وبتعدوله او بعض الناس بتعديله في الدوله. الراجل ده ما بيتحاسبش ليه؟ خرب نادي الزمالك وحوله لعزبه مرتضى منصور واولاده، مش ناقص بس غير انه يجيب الست ام احمد يقعدها على بوابه النادي. بيسب لاي حد في مصر وبيهين اي حد في مصر وما عندوش مشكله انه يعني يعمل اي حاجه. هو مرتضى منصور امك وابوك وعيلتك كلها مش مصريين وناس من الارياف زينا، ولا انت ابن فرنسا؟ الله يخرب بيته اللي عرفنا طريقك ووراك سكه نادي الزمالك. الراجل ده مش طبيعي بالمره، يعني بيمسك الحديد 24 ساعه زي النسوان اللي قاعده على المصطبه وبتجيب في سيره الناس وما عندهاش مشكله في اي حاجه. اخر ضحاياه كان عم بحه اللي ساب الحمار والشطر على البردعه. الراجل ده ليه ما بيتحاسبش في مصر؟ انتوا عايزين نادي الزمالك يغرق؟ هو نادي الزمالك ده مكانه في 100 عقبه في مصر ولا في تل ابيب؟ مشجعين نادي الزمالك دول ناس مصريين وعرب وافارقه ولا ناس كفره؟ ولا انتوا قاصدين ده؟ الراجل ده ما بيتحاسبش ليه؟ يا بيه انا رئيس النادي بتاعي راجل حبساجي ورد سجون ومسجل خطر سب وقذف وبلطجي بالقانون ومحدش بيحاسبه. الراجل ده خرب النادي حرفيا، طفش كل لعيبه نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك واهان رموز نادي الزمالك وشتم واهان جمهور نادي الزمالك نفسه وكل الفرق اللي في مصر وكل الانديه ومفيش حد قادر عليه. الراجل ده طلع مسك الحديده ذبح 2 لعيبه منهم احمد ابو الفتوح، واحد من احسن اللعيبه في مصر، واحد من احسن 3 لعيبه في افريقيا. عيل صغير عنده 22 23 سنه، اعتبره ابنك يا اخي. ترضى ان حد يقول على ابنك شمام ولا بودراجي ولا حشاش؟ انت ترضاها؟ ترضى حد يقول على ابنك خمرجي؟ هات الراجل ده لو غلط في غرف مغلقه ده دورها، تجيبه كده في مكان مقفول وتقول له يا ابني عيب اللي بيحصل ده ما تتكررش تاني، انا عيني هتبقى عليك، هعمل لك تحليل باستمرار، خصم فلوس وليكن 1,000,000 جنيه، تتدرب مع الناشئين شهر. والكلام ده اول واخر مره هيبقى بينه وبينك، ده عشان انت احسن لعيب في مصر، الكلام ده يبقى في الاوضه المغلقه. لكن الراجل ده طلع مسك الحديده زيه زي اي حد متخلف، زيه زي اي حد ما بيفهمش، زيه زي اي حد يعني نعمت منه، هي ما فيش عقل خالص، واتسف من العالم كله على مصر وعلى لعيبه مصر، اساء لسمعه اللعيبه المصريين في الخارج. يا راجل ده انت عندك محمد صلاح وبرضه ما حدش قدر يحاسبه. الراجل ده مسك الحديده واهان وسب وخاض في اعراض الميتين قبل الاحياء، اتضرر منه الناس اللي ماتت قبل الناس اللي عايشه، وبرضه محدش عارف ياخد معاه لا حق ولا باطل. كل لعيبه نادي الزمالك هربت ولسه هيهربوا تاني، واخرهم امام عاشور، واحنا بنتحسر لما نشوف كهربا ولا مصطفى فتحي ولا امام عاشور وصف طويل من اللعيبه طفشوا بسبب رئيس النادي. ما هو مفيش لعيب هيعرف يلعب في نادي ورئيس النادي بيهدده وهتطلع في الاخر امه رقاصه وهتطلع عينه شمال وهتطلع مراته فيها كذا. مفيش لعيب بيحب يلعب في الضغط ده او ان يبقى رئيس النادي بلطجي بالمنظر ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم خالص. الراجل ده الاتحاد الدولي للعيبه المحترفين بينزل بيان بيحذر من اللعب لمصر او اللعب في مصر بسبب مرتضى منصور، ان هم بينصبوا على اللعيبه وبياكلوا حقوقهم، وتقريبا الاتحاد الدولي شغال بس علشان خاطر نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. مفيش حد بيعمل كده، انتوا سايبين الراجل ده بيخرب وخربها وجابها على اخرها. ليه محدش قادر ان هو يكسر الراجل ده؟ ولا الراجل ده اللي كسركم؟
شفت رئيس نادي بيطلع يمسك الحديده كده وياخد التشكيل بتاعه من الدجالين والنصابين والمشعوذين؟ ده مش تجهيل للمجتمع؟ بيمشي بحجاب ويعمل حجاب للعيبه، بيقول لك اللعيب ده عليه 5 عفاريت مش هلاعبه النهارده، واللعيب ده الطالع بتاعه مش عارف فين. ده مش تجهيل للمجتمع وترويج للسحر والشعوذه والدجل؟ الراجل ده يا جماعه مريض نفسي، الراجل ده عنده يعني كبر وخرف، الراجل ده عنده هذيان، الراجل ده عنده اضطراب نفسي، بيمارس الساديه مع اي حد. الراجل ده مش لاقي حد وقف عند حده. ليه؟ احنا مش عارفين. مفيش حد عاقل يطلع يقول انا في مسؤول في الدوله كلمني وقال خليك في نادي الزمالك ما تسيبش نادي الزمالك. يعني انت عايز المسؤول اللي في الدوله اللي بينفذ القانون بيقول لك سيبك من حكم المحكمه، من حكم القضاء، وخليك في نادي الزمالك؟ طب انت وهو بره نادي الزمالك، احنا ما بنعتمدش اسامي، انتوا بتخربوا النادي. ابعد يا اخ مرتضى منصور عن نادي الزمالك، يا اخ مرتضى مسعور ولا منصور ابعدوا عن نادي الزمالك. امتى نادينا يشوف النور؟ امتى يغور مرتضى منصور؟ يا عم امشي، يا عم محدش عايزك، يا عم غور بعيد عن نادينا بقى، شوف لك اي نادي تاني. الله يخرب بيتك يا اللي عرفتنا طريق مرتضى منصور. وبنهدي لسياده المستشار الاغنيه الجميله.